بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان جوايا حاجة دايما ما بقولهاش ببقي، بس يعني أفكاري دايما ايه ده؟ ليه يا رب بتعمل كده؟ أنا مش مبسوطة من اللي انت بتعمله. هو انت شايف ان دي رحمة؟ ان انت الناس اللي بتحبهم تقعد تختبرهم، ت... تقعد تعمل لهم حاجات مش حلوة، حاجات مش حلوة، حاجات مش حلوة، تضايقها عليهم، تخنقهم خلاص لغاية ما ينفجروا، يعني عشان تشوفهم هيكفروا ولا لأ. تضغط عليهم لغاية ما يكفروا، يعني من كتر الضغط، من كتر الهم، من كتر المشاكل، من كتر الابتلاءات، من كتر كده. هو ده القانون. يعني ما كنتش مبسوطة. كنت دايما اقول له طب يعني سيبني اريح يوم، يعني ارحمني يوم، يوم واحد بس اريح. مش لازم كل يوم ابقى في مستشفى، كل يوم ابقى عندي مشكلة، كل يوم ابقى عندي مصيبة، كل يوم عندي خناقة، كل يوم عندي نقص في حاجة في حياتي، في يعني ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص في الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يعني مش لازم كل يوم عندي مشكلة من الحاجات دي. فلو الدنيا بقى كده خلاص انا مش عايزاها. فمن جوايا حرام اتمنى ان انا اموت، بس من جوايا كل حاجه كنت اتمنى ان انا اموت، فمش عايزه اعيش. لغايه ما فعلا حصل لي حاجه ورحت في غيبوبه، وكنت اسمع صوت القلب وكده وكبد حاجه تعمل توبتش توبتش كده، ومره واحده حاجه عملت كأن حد شال الجهاز اللي شغال عليه القلب والحاجات دي، وقلبي وقف. ايه اللي شفته بقى لما قلبي وقف؟ كان كمان عينيا مفتوحة ونور عينيا اتطفى، يعني انا فاتحة عيني ونور عينيا اتطفى. فانا شايفة قتيل مستنية بقى، خلاص انا عارفة ان انا مت ومستنية الملايكة او الناس اللي بتيجي تحاسب دول. فلقيت حبة لابسين اسود بشع، يعني كوم اسود، انا مش محددة ايه، بس هو في كوم اسود. يلا روحي النار، ما هم دول بتوع النار. لا، ما انا مش عايزه اروح معاهم. انا ما كنتش بصلي الصلاه على وقتها وبعمل كل حاجه صح، وصابره وما بتكلمش وكل الحاجات اللي انا استحملتها دي عشان اروح الجنه. وكنت عايزه اخلص من الدنيا عشان اروح الجنه بقى واتبسط، فكمان هروح النار. طب مين يلحقني؟ فلوسي مش هتنفعني، عيلتي مفيش حاجه هتنفع خلاص. لحظه بشعه يعني بجد. بعد الموقف ده فعلا فهمت وبقولها من كل قلبي: لا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان لا حول له ولا قوة. دي بقت عندي زي الاستغفار اللي هو بقى من كل قلبي. فلما بقول لا حول ولا قوة إلا بالله فادتني جامد قوي. دلوقتي هقول لكم بقى في حلقة لوحدها، لو انتوا عايزين ابقوا قولوا لي في التعليقات. طيب نرجع بقى اللحظة اللي انا كنت فيها كده. انا بقيت خلاص بعد كله رايحة النار. طب انا كنت عايز اسيب الدنيا عشان ارجع يعني اروح بقى اتبسط بقى في الجنة. فلقيت حاجة بتقولي اللي هم لابسين ابيض كده مش محددة، حاجة فاتحة زي كومة فاتحة وكومة غامقة، بس باين ان هم ناس كتير لازقين في بعض. ما تقولي ان انتي تدعي ربنا انك ترجعي. فالتانيين يقولوا لي ايه؟ طب ما انتي عارفة كويس ان هو ما فيش حاجة اسمها ارجعني اعمل صالحة، ربنا ما بيرجعش حد بعد الموت. فالتانيين قالوا لي طب ما تقولي وخلاص، خسرانة ايه؟ قلت رجعت. الوقت ده خد قد ايه؟ يعني اللي هو لم يلبسوا الا عشية او ضحاها. يعني الناس لما بتموت الزمن بيوقف، مفيش زمن. اول حاجة بقى اتعلمتها من الموقف ده ان لما ادعي ما ادعيش بالزمن. ربنا فوق الزمن. مفيش حاجة اسمها عشان انا ابقى مليارديرة محتاجة 8000 سنة لما اشتغل الشغلة دي مفيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها بغير حساب. لما بعامل ربنا بغير حساب
بقت تجيلي الفلوس بغير حساب، فضل ونعمة من الله بس، ملهاش اي شطارة مني. دي اول حاجة اتعلمتها. انا قعدت 6 سنين زي ما انا مش فاهمة حاجة، والدنيا ملخبطة معايا وما ما فيش نفس المشاكل ونفس كل حاجة. طب ما انا رجعت عشان اتعذب، فقعدت اقول يا رب فهمني 6 سنين. يعني اللي انا بقوله لكم ده خلاصة سنين كتير قوي عذاب، ما عشان اتعلم حاجات كتير قوي. اللي فهمته ان ربنا كان بيضغط عليا مش عشان خالص اللي انا كنت فاهماه واللي الناس اغلبنا فاهمه، ان هو بيبتلينا ويطلع عينينا عشان يختبرنا خالص. الموضوع طلع حاجة تانية خالص. انا كنت في الوقت ده مش طايقه ربنا ومش طايقه القانون بتاعه من جوايا، ما بقولوش كده، لكن طيب يا رب ادينا مستحملين، حاضر يا رب هو ده قانونك، حاضر هنعيش الدنيا كده، حاضر ماشي. لما فهمت بقيت بحبه، كنت ما بطيقوش. يعني استغفر الله العظيم. هو اي واحد، وانا عارفه كويس ان في ناس كتير فاهمه اللي انا بقوله ده، اي واحد مش طايق ربنا مش مستحمله هو فاهم غلط. لما هيفهم ربنا صح هيحبه قوي. لما ركزت بس في آية مثلا، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وآية تانية، بقيت أعتبر إنه المفاهيم اللي ربنا عايز يفهمها لنا عبارة عن تابلو كده زي بتاع البازل. أفضل أجمع آيات مع بعض، أفكار معينة مع بعض، تديني الصورة كاملة. لما بتكتمل الصورة في حاجة بلاقي فضل من ربنا وكرم وحاجات يعني مش ممكن. ولما بحكيها لحد، يعني اعمل ده شوف هتلاقي بركة ربنا، اعمل ده المشكلة دي هتتحل، اللي بيسمع كلامي بتتغير حياته تماما. زي هسيب لكم الرابط في الفيديو، اللي اتكلمت في القناة وقعدت تحكي ان هي اتغيرت حياتها لما سمعت الحاجات اللي انا قلت لكم عليها. وناس كتير قوي، بس بصراحة يعني مفيش حد كله مكسوف ان هو يطلع يحكي. برضو عشان كده انا بعمل جلسات للناس اللي هي حسن حياتها سودة ومفيش فلوس ومفيش جواز ومفيش مشاكل في البيت، مشاكل في كل حاجة، عندهم مشاكل في كل حاجة. يعني بفضل ربنا اقدر اساعدهم ان هم احطهم على الطريق اللي ربنا فيها يجيب لهم كل حاجة. اما بنعمة ربك فحدث. انا النهاردة بحدث عن نعمة ربنا عليا. نمرتي هتلاقوها في القناة، وبرضه هسيبها لكم في الرابط تحت، اللي عايز يتواصل معايا عنده اي مشكلة ممكن احلها له. انا مش ببقى فاضية طول السنة لان عندي شغل كتير جدا، لكن الشهر ده والشهر اللي بعده بس هما اللي اقدر اساعدكم فيه. ارجع للنقطة بتاعت ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. مفيش حاجة تانية عند ربنا، كل الناس تحت البندين دول. في ناس بقى لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. ده في دلوقتي كورسات بيعلموهم بره وهم مش مسلمين ولا حاجة، بيعلموهم الامتنان. لما يكون ممتن يقول شكرا لإلهه، ايا كان إلهه ده ايه، ان شاء الله يبقى بقرة ممتن ليها، ربنا بيديله. لان ربنا حط شرط. ما هو عشان كده بقول لكم لو في حاجات فهمتوها هتعرفوا هيجيلكم مفاتيح في الدنيا دي كلها عرفتها من اسماء الله الحسنى. قعدت شهرين بدرس فيها، عرفت ايه الصحيح وايه اللي مش صحيح، ايه اللي جاي عن احاديث وايه اللي مش جاي عن احاديث، ايه اللي الناس سمت ربنا بيه وهو ما انزل الله به من سلطان. ربنا ما سماش نفسه بالاسامي دي. فلما استعملت الاسامي صح بالاماكن الصح، فعلا سبحان الله، من احصاها دخل الجنة. من احصاها دخل الجنة. الجنة دي جنة الدنيا، وباذن الله يا رب تبقى جنة الاخرة كمان. ففي حاجة اللي هو مش انت شكورة جواك شكورة، خلاص انت كده في الزيادة كل يوم. عشان كده لما بنشوف ناس يقعدوا يقولوا لي ايه، طب ما هو ناس اهي مش متدينة ومش قريبة من ربنا وربنا مديها كتير، لانها ممتنة عايشة بشكرا، ما عندهاش مشكلة، ما بتقعدش تتبطر على نعم ربنا ومش شايفاها، شايفة كل نعمة هم فيها. يعني سبحان الله سبحان الله، ربنا فسر لي حاجات كتيرة ما كنتش فاهمها قبل كده.
مش فاهمة ليه ناس كفرة ربنا مديها وليه ناس مؤمنة ربنا مش مديها، ليه دول عايشين في عذاب وإهانة وضغط وظلم وي 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 هم شايفين كده، وليه الناس التانية دي عايشة مبسوطة وعندها حاجات. لكن القلب والسعادة في القلب دي حاجة تانية خالص بقى، ده ليفل تاني هنوصله برضو مع بعض. اللي عايزني اكمل الحاجات اللي انا فهمتها، الحاجات اللي انا اتعلمتها، اللي علمتني يعني ايه في ثانية، ايه ده انت عايزة ده طب خدي، انت عايزة ده طب خدي. سبحان الله. انا من يعني انا مش عارفة اقول لكم كانت عندي ايه وبقى عندي ايه. اللي عايز كل حياته تتغير يغير مفاهيم حياته، اللي شايف ان اللي هو فاهمه موصله لحتة معينة هو راضي بيها ومبسوط وتمام، عنده كل حاجة في الدنيا وما فيش حاجة ناقصاه وسعيد جدا ومرتاح ونفسيته تمام وعايش في سلام، اللي شايف نفسه كده ما يسمعليش. لكن اللي شايف حياته واقفة وسودة وعنده مشاكل ومش سعيد يسمعني، يغير الحاجات دي هتتغير كل حياته. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن لنحيينه حياة طيبة. صراط الذين أنعمت عليهم. اللي شايف نفسه حياته مش طيبة، اللي شايف نفسه مش عايش في نعيم، سنيسره لليسرى. اللي حاسس ان حياته في كل خراب عفريت يسمعني كويس قوي. اللي شايف حياته مش زيادة، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هو ما فيش في الدنيا غير اتنين، يا واحد بيفضل ياخد عطاءات من ربنا، يا واحد بيفضل ياخد على دماغه من ربنا عايش في عذاب. انت مين فيهم؟ اللي عايش في نعيم ومبسوط وتمام ما يسمعنيش، لكن اللي عايش في مشاكل ونكد ونقص وفقر وحاجات كتير قوي يسمعني كويس قوي. ده ربنا قال للرسول صلى الله عليه وسلم: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أرسلناك إلا رسولا. آخر حاجة وأهم حاجة: لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أي واحد مش شايف بركات نازلة عليه من السماء والأرض يبقى المشكلة عنده هو. عايزيني أكمل أو حد عايز يكلمني في التليفون يسألني ازاي اغير، لان في ناس بتقولي طبعا لما في التليفون دي حاجة تانية بيبقى بقدر افهم اكتر، لكن اللي عايز اكمل الموضوع ده وحاجة نغيرها مع بعض يقولي في التعليقات.